وكان التوبيك الاساسي بقى اللي انا عايز ادور عليه هو انا عايز اعرف ليه بالرغم ان احنا بنطبق كل القواعد بتاع العمارة الا انه في ناس بترتاح وفي ناس مش بترتاح، في ناس بتتبسط وفي ناس مش بتتبسط. وقع قدامي بقى توبيك كان غريب جدا، غريب عني وغريب على الشغلانة، غريب على الكارير، غريب على التخصص. حاجة اسمها الطاقة الحيوية. والطاقة الحيوية في الوقت ده كانت ضرب من ضروب الكفر والإلحاد، ويعني ما زالت يعني على خفيف كده يعني. يعني ايه تتكلم عن الطاقة وانت جاي من مرجعية علمية، انت جاي من قلعة من قلاع العلم، يعني انت جاي قلت هندسة يا بيه يعني يعني عيد قوي طاقة ايه. وبعدين لفت نظري انه الشخص اللي بيتكلم وشوية بيتكلم على المباني وانه ازاي الطاقة بتأثر على الناس جوه المباني. فالباحث اللي جواه بقى مين ده، مين الراجل ده. المهم بدأت ادور عليه، طلع ان هو كمان معماري، وطلع ان هو كمان دكتور. والدكتوراه بتاعته دكتور اوف ساينس. في عندنا دايما في المجال الاكاديمي كده دكتور اوف ساينس ودكتور اوف فيلوسوفي. معظم الناس اللي بتاخد دكتوراه بتاخد دكتور اوف فيلوسوفي، ودي درجة علمية رصينة يعني، ولكن دكتور اوف ساينس دي في منطقة تانية خالص بقى. يعني عدد اللي حاصلين عليها في العالم قليلين جدا. فالراجل بيتكلم دكتور اوف ساينس يعني جاي من ساينتفك بيز، ودكتور اوف ساينس يعني مش جاي مجرد انه مهندس بس، لا يعني ده قطع شوط كمان في الدراسات العليا بتاعته، ودكتور اوف ساينس ومن جامعة في سويسرا، جامعة زيورخ. فلفت نظر الراجل ده، فقلت اقتيله، هروح اشوف ايه اللي هو بيقدمه. كان الراجل ده من اساتذتي اللي انا بعتز جدا بيهم، دكتور ابراهيم كريم ربنا يديله الصحة يعني. كان بيتكلم على الاشكال الهندسية وازاي هي بتأثر على التكوين وازاي هي بتأثر على البيولوجيكال سيستم. طاقة بتأثر على البيولوجيكال سيستم، ده بالنسبة لي كان يعني كفر. ايه ده باشا تعالى هنا، لا مع احترامي للدكتور في ساينس بتاعتك يعني بتتكلم في ايه. فرحت قطعت شوط بقى، يعني قطعت شوط في القصة دي. وطبعا حجم التحديات وانت باحث صغنن لسه قد كده اهو، وبتقول لهم جماعه انا هعمل الماستر بتاعتي في الطاقه الحيويه، وخد بقى ايه تريقه للصبح وريجكشن للصبح وورق يترمى في وشك للصبح، ويعني وكل ما تروح في مكان يقول لك يا ابني عقل حبيبي في مواضيع حلوه كده تاخد فيها الماجستير تشتغل بيها، يعني اشتغل في لاندسكيب، اشتغل في الايربورت معايا. بصوا يا جماعه انا مش جاي عشان اخد ماجستير اصلا يعني عشان نبقى متفقين ده مش موضوعي يعني. يعني عدت انا كنت شايفها بمعجزه يعني. وكان هذا الراجل العظيم الجميل ده هو المشرف بتاعي في الماجستير، ودي كان تحدي تاني انه راجل جاي من زيورخ وعنده البيزنس بتاعه وعنده الكارير بتاعه وعنده شغله بقى. ففكره انه وهو كمان لا ينتمي الجامعة، فدي في مصر بالنسبه لنا دكتور على نفسك يعني تنتمي. فطبعا كانت تحدي. دخلت في القصه وكان الهدف هو انه عايز ابراكتس القصه دي. حاجات دي كواليتيتيف جدا. يعني ايه طاقه حيويه؟ يعني انك لما تبص على البحر تحس باحساس، ايوه جميل فعلا كلنا بنحس بده، بس لا ما هو خلاص هو كده انهي درجه بس كده. يعني حضرتك بتدخل المكان فتحس بالاماكن احيانا ان هي انت مرتاح فيها، وتحس بالاماكن ان هي مش مرتاحه بيها. صح. طيب الباك جراوند بقى عماله تتداعى صور. كم اماكن بيت جدتي وبيت جدي يعني ممكن تلاقي مطبق 30-40% من قواعد العماره اللي انت اتعلمتها، بس تروح هناك تنام كويس وتروح بيتك اللي هو يعني اجمل جميل في الدنيا وتلاقي نفسك مش عارف تنام. صح. اذا هنا في افكت، والافكت دي بقى كانت كلمه السر. ما تقولش طاقه، قول افكت كده مشيت. رغم ان في الانسايكلوبيديا الطاقه هي الافكت ability to do work، يعني انك يكون عندك افكت، بس الطاقه وحشه خليها افكت. فبدانا نتكلم على الافكت، وكان التوبيك بقى يعني ما كانش سهل طبعا اتكلم عن كلمه الطاقه الحيويه بشكل مباشر، ولكن كانت الفكره انه في مخاطر هيدن. كلمه هيدن دي تدخلنا طاقه على طول. في مشاكل هيدن بتاثر على صحه الانسان جوه البيوت. المشاكل دي او المخاطر دي انا كنت بسميها احيانا البيوت القاتله، ان البيوت دي ممكن تقتلك. وليتر اون عملت كتاب اسمه البيوت القاتله عشان اوري الناس ازاي الاماكن بتاعه السكن، وطبعا اماكن الشغل، لانه هنا بتقعد 8 ساعات، هنا بتقعد 8 ساعات. صح. فانت قاعد تحت تركيز وتاثير البيت لمده 8 ساعات.
والله نفسي اقعد في البيت 8 ساعات يعني. بتنام 8 ساعات يعني بتنام وتتحرك 8 ساعات. فهو النقطة انه انت بتكون جوه الاماكن مدة، لو جيت تحسب كده انت جوه الاماكن وقت قد ايه، هتلاقي تقريبا بتقضي مينيمم تلتين عمرك. 8 ساعات نوم، 8 ساعات شغل، فانت بتتكلم في 16 ساعة من 24. ده مينيمم. لانه احنا احيانا بنقعد في البيت اكتر من 8 ساعات وبنقعد في الشغل اكتر من 8 ساعات. صح. فانت مش متعرض للانفايرمنت، فده جلدك، بيتك ده هو جلدك، وبالتالي اثره الشديد بيكون عليك، وانت كمان بقى قاعد جواه تلتين عمرك. صح. يبقى معنى كده انه لو في مشكله جوه المكان فالمشكله صادن اللي هتحصل جواك يقينا. النقطه دي خدت بقى ايه شوط في الديبيت. وانت عارف البحث العلمي دايما مبني على فكره الديبيت، يعني ومين قال واثبت ومين قال الكلام ده، وهات مراجع وهات كتب. وفي الحته دي تحديدا كانت احنا كنا بنتكلم في اوائل الالفينات يعني، فالقصه دي التوبيك جديد وغريب، فما فيش ناس كتير يتكلموا فيه تحديدا. بره القصه كان مقطوع فيها اشواط كتيره جدا. المهم خدنا شوط في فكره المؤثرات غير الماديه اللي بتاثر على صحه الانسان جوه البيوت، وكان توبيك زي ما قلت لك كده في ديبيت وفي ريجكشن وفي قصه كبيره جدا. ولكن الكونكلوجن ان احنا طلعنا بمجموعه توصيات انه مثلا خلينا اقول لك على شويه حاجات كده ممكن تفيد الناس في اماكن البيت واماكن العمل. انه احنا عندنا كتير جدا من الاماكن بنستخدم فيها الاخشاب المصنعه. الاخشاب المصنعه دي بيزد اون حاجه اسمها الفورمالدهايد، ده بيدخل في كل مكونات الاخشاب. الفورمالدهايد ده منظمه الصحه العالميه قالت ان هو مسرطن، غاز مسرطن. تحت تاثير الحراره والبرد الفورمالدهايد ده بيطلع بشكل كبير جدا. بلس بقى لما تدخل معاك الموكيت وتدخل معاك الدهانات بيطلع حاجه اسمها الفي او سيز او الفوليتول اورجانيك ماتر، اللي هي المواد العضويه المتطايره. دي موجوده بقى في كل الحاجات دي بغزاره، اللي هي عشان الناس تبقى عارفاها ببساطه يعني. لما تركب العربيه الجديده بتاعتك، عارف ريحه العربيه الجديده؟ عارف لما تدخل بيت عريس وعروسه جداد فتحس تشم كده ايه، احنا بنسميها ريحه الجديد، ريحه الحاجه الجديده، صح؟ يقول لك دي ليها دي بقى الفي او سيز اللي بتموت. حلوه دي. الله يرحمه. عايز فيش عربيه مستعمله. لك ان تتخيل بقى ان هو ده الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيه. لك ان تتخيل ان الجهاز التنفسي بتاعك عمال ياخد في او سيز وفورمالدهايد. بعدين رحت حاجات كتير بقى يعني. الفي او سيز دي تخيل احنا بنتكلم في منظمه الصحه العالميه بتقول لك ان دي غاز مسرطن، يعني البقاء في داخله يسبب سرطان على المدى البعيد والقريب. دخلنا بقى على موضوعات تانية زي مثلا الالكترومagnetic راديشن. ده حاجه من الحاجات الخطيره جدا. احنا بنقعد وخصوصا بقى مع التطور التكنولوجي، احنا كنا ساعتها بنتكلم في ال 2G وال 3G وحاجات كده، يعني النهارده 5G. فانت حجم التعرض اللي انت بتتعرضه للالكترومagnetic اللي جاي من التليكوم، من التكنولوجي، من الاجهزه العاديه خالص، يعني الغساله والثلاجه دي بتعمل مجالات قويه جدا، بتعمل مجالات كهرومغناطيسيه قويه جدا. والمجالات دي حضرتك جواها مش بتتعرض لها، لا انت جواها. الويفز دي قويه جدا والمجالات دي قويه جدا. وحضرتك بقى الكونكشنز اللي بتحصل بينك وبين جسمك هي كونكشنز بيزد اون الكترومagnetic. يعني مخك بيكلم جسمك كله بويفز، ببلسز كهرباء، وبالتالي المنظومه كلها مبنيه على الكترومagnetic. المنظومه بتاعتك انت مبنيه على، فاي تداخل بين الموجات اول درس فيزياء يعني بيحصل كوربشن، بيحصل تداخل موجات، وبالتالي بتبقى انت اوت اوف هارموني، جسمك اوت اوف هارموني، فقد الكونكشن. ببساطه برضو عشان الناس تبقى واضح لها المعنى، زي ما حضرتك تبقى سايق العربيه ومشغل الراديو وماشي تعدي تحت خط ضغط عالي مثلا، يحصل تشويش على طول. صح. تخيل بقى ان جسمك بيشتغل بترددات ادق بكتير من الراديو، وتخيل ان الويفز بتدخل تعمل لك التشويش ده. فكأن مخك بيكلم جسمك والانتربشن ده حصل والتداخل الموجي ده حصل. طبعا ده بيفقد الجسم قدرته على التشافي والتعافي والريكفري. كده في دايما يقول لك ما ينفعش ان انت يعني تسكن جنب بنزينه ولا تسكن جنب هاي فولتج تاورز او الكلام ده كله. يعني عندنا في العماره والتخطيط معايير للبعد عن المناطق اللي فيها مصادر كهرومغناطيسيه كبيره، زي ما حضرتك قلت كده، محطات توليد الكهرباء، خطوط الضغط العالي. قانون بينص على اماكن. طبعا
في هنا بقى يعني القصه دي فيها تفاصيل كتيره يعني، ولكن في العالم كله بيعتبروا الفيلد هو الاساس، احنا بنعتبر المسافه هي الاساس. المسافه دي كانت تنفع زمان لما كان مصدر الالكترومagnetic حاجه، يقول لك مثلا ابعد عن خط الضغط العالي. طب ولو في شبكه موبايل؟ عشان كده دايما بحس ان الناس اللي هي عارف صحراء زي البدو او الكلام ده كله صحتهم رده. انا نفسي لما انا رحت قبل كده مثلا راس شيطان وكنت بنام ساعتين كنت بصحى فايق ورايق والدنيا تمام وعايزه هي دي بقى القصة بتاعة الالكترومagnetic وكل الملوثات اللي بتبقى موجودة. حضرتك جسمك في مكان اللي انت بتنام فيه خصوصا في البيئة الحضرية يعني في المدن والحاجات دي بيتعرض لالكترومagnetic عالي جدا. شد الفيشة بقى، تخيل كده وانت قاعد في البيت والكهرباء فصلت عن الكهرباء قطعت. عارف الاحساس ده؟ احساس الكالمنس اللي بيجي لك ده فجأة تحس ان انت ايه ودانك بتصفر. احساس دي هو ده احساس ان جسمك بعد عن الالكترومagnetic. عشان كده كلنا لما بنطلع ونروح الاماكن اللي فيها الريكرييشن دي اوتوماتيك ساعتين نوم يكفوك. بالظبط. ليه؟ جسمك اوت اوف ستريس، الستريس اللي كان محطوط عليه اتشال، الفيشه اتشدت صح. فانت اوت اوف الستريس دي. عشان كده بدأت بقى احط مجموعة من السبيكس اللي المهم نخلي بالنا منها واحنا بنعمل التصميم المعماري. لو عجبتك الحلقة دي اعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب دلوقتي، واكتب لنا في الكومنتات لو عايزين نتكلم على توبكس تانية. انا محمد علي، بزنس وماركتنج كوتش، وده بزنس وذ مو بودكاست.